السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التسويق، ازاي نسوق شغلنا اللي احنا بنشتغله، سواء كان من الاكسسوارات اللي هي طبعا بكل انواعها، سواء كان سلاسل او حظاظات او اي شغل احنا بنعمله، او دبابيس او سبح. يعني لو احنا عندنا اي شغل بنقدر نعمله بشكل كويس، ازاي احنا نسوقه؟ لان كتير سألوني ازاي نسوق الشغل. احنا بنعمل شغل حلو لكن ازاي نسوقه؟ اهم حاجه التسويق. طبعا هو فعلا اهم حاجه التسويق. احنا ممكن نعمل شغل كتير لكن ما نعرفش نسوقه. في طرق كتيره ان احنا ممكن نسوق عن طريقها. اول طريقه ان احنا نسوق عن طريق النت. احنا ممكن مثلا نعمل صفحه على النت وبننزل عليها صور للشغل بتاعنا. اهم حاجه ان الصوره تبقى حلوه جدا وجوده عاليه. ممكن ان احنا نصور بتليفون الكاميرا بتاعته حلوه جدا، او ان احنا نصورها بالكاميرا اللي هي بتبقى مخصصه للصور. او لو احنا مش عارفين نعمل صور حلوه، ممكن نخلي حد من اللي هو بتاع استوديو، شغال في استوديو مثلا تصوير، نديله مثلا شغلنا هو يبدا يصوره بشكل جيد، ونبدا ان احنا ننزله على النت او على الصفحه اللي احنا عاملينها. لان طبعا اهم حاجه الصوره تبقى صوره حلوه جدا، عشان هي ديت اللي هتبيع المنتج بتاعنا. لان طبعا العين هي اللي بتشوف، فلازم تبقى الصوره حلوه عشان تعجب اللي يتفرج عليها ويبدا ان هو يطلب منها اوردرات. ومن هنا بيجيلنا اوردرات عن طريق الصور، تبقى صور حلوه جدا. في ناس شغاله في النقطه دي كويس جدا وتقدر ان هي تسوق عن طريق النت، لكن هي معايا ما كانتش مجديه بصراحه، اللي هو التسويق عن طريق النت. في حاجه تانية ان احنا نسوق عن طريق اللي هو تجار الجمله. احنا ممكن تجار الجمله برضو، يعني احنا نعمل المنتج بتاعنا. يعني احنا مثلا عملنا سلاسل، نعمل السلاسل وتبقى عندنا اشكال مختلفه منها. يعني احنا ما نقيدش نفسنا بشكل واحد، لازم يبقى في تنوع في الشغل معانا. يعني نعمل السلسله دور الواحد، السلسله دورين، ممكن نعمل كل 3 دور. ونبدا ان احنا يبقى عندنا مجموعه من الاشكال. وطبعا الدلايات تبقى مختلفه، ما ينفعش الدسته نعمل لها دلايه واحده، لازم الدسته تبقى فيها اشكال مختلفه. بالنسبه للدلايات، طبعا الدلايه هي اللي بتبيع السلسله. يعني ممكن ان احنا برضو يكون عندنا شغل من اللي هو الشغل البسيط ده، زي السلسله دي مثلا كده. هي عباره عن السلسله البلبله، وحاطين فيها لعبه اللي هي بالشكل ده، اللي هي الالماس دي. فاحنا ممكن نشتغل في الشغل ده برضو، ان احنا يكون عندنا الشغل بتاعنا اللي هو يعني غير مكلفه. يعني تبقى السلسله نفسها مش سعر عالي، مش بندي فيها سعر عالي، او ان هي تكاليفها تكون في الوسط. لان طبعا القطعه لما تكون سعرها غالي بتبقى صعبه في بيعتها شويه، لكن لما تكون سعرها في المتناول، يعني مثلا هنبدا مثلا السلسله نبيعها مثلا من 7 جنيه ل 8 جنيه ل 10 جنيه ل 11 كده. يعني في الرينج ده بيكون التسويق بتاعها كويس جدا. لكن لو احنا مثلا عملنا القطع غاليه، يعني مثلا ممكن نعمل العقد ده يكلفنا 50 جنيه او يكلفنا مثلا 70 جنيه، فنيجي على ما نحط الربح بتاعه وبنبدا ان احنا ننزله، بيبقى طبعا سعره عالي، فبيبقى تقيل في بيعته. يعني ما بيبقاش عليه سحب كويس، فبيبدا ان احنا مش عارفين نوزعه. لان طبعا الحاجه اللي هي بتبقى سعرها في المتوسط او سعرها في القليل، دي اللي بتتوزع بسرعه او بتبقى سهله في بيعتها. فلازم ان احنا نشتغل في الجزئيه دي برضو، ان احنا نشتغل سلاسل او اي نوع من انواع الشغل. احنا عندنا القطع اللي هي بتبقى سعرها يعني مثلا لو يقول لك انا بتعامل مع الزبون اللي هو مثلا لو بنت معاها مصروف او حاجه، فبتقدر ان هي تشتري سلسله ب 10 جنيه، تقدر سلسله ب 12 جنيه، فبقدر ابيع وبيبقى عندي بيعه عاليه. في اماكن تانية بتبيع برضو بسعر عالي، لكن الناس دي مع الشغل اليدوي او اللي هو بيبقى الهاند ميد معاهم ما بيبقاش مجدي، بيبقى هم اعتمدوا على المستورد. لان طبعا بيجيبوا قطع بتبقى اسعارها عاليه، فبيبقى طبعا من الصعب ان هو ياخد شغل هاند ميد اصعب. فطبعا بيكون من الصعب ان هو ياخد شغل هاند ميد سعره عالي، لان طبعا بتبقى مجازفه، لان هو مش ضامن مثلا جوده الشغل ايه. لكن لما يكون القطعه مستورده بيبقى مطمن ان هي المفروض ان هي تبقى كويسه جدا، والفينش بتاعها كويس. يعني مثلا مش هتفك، مش هيحصل حاجه في الشغل. يعني مثلا يفتح السلسله يلاقي فيها مثلا القفل بتاعها مش حلو، القفل بتاعها ما بيقفلش كويس. فطبعا القطع اللي بتبقى في الوسط دي بيبقى سهله في بيعتها. فعشان كده عشان ان احنا نوزع شغل بطريقه كويسه، يبقى احنا نشتغل في القطعه اللي هي بتبقى سعرها في المتناول، يعني بتبقى سعرها بسيط، بحيث ان تجار الجمله هم بيبقوا عايزين السعر اللي هو قليل خالص.
ان هم يشتغلوا بيه. يعني مثلا عندنا ده مثلا حظاظه من حجر الاونكس. تمام، احنا عارفين ان حجر الاونكس دلوقتي بدأ ان هو الفرع دلوقتي عامل 8 جنيه تقريبا و7 جنيه. فاحنا طبعا لو احنا شفنا التكلفه بتاع الحظاظه دي ممكن تتكلف مثلا 3 جنيه او 2 جنيه، يعني على حسب عدد الخرز اللي احنا حاطينه فيها، ولو حاطين فيها حاجه معدن او لا. طبعا دي تكلفتها كده. لو احنا مثلا شفنا الشكل ده كده بتبقى تكلفته اقل، لان طبعا دي بلاستيك. دي الخرز بتاعهم اللي هو البلاستيك مستورد. دي برضو الخرز ده مستورد، في منه مصري في منه مستورد. فلو احنا مثلا اشتغلنا برضو دي بتبقى سهله ان احنا مثلا نسلمها ب2.5 او ب3 جنيه، وبنبقى كسبانين فيها، لان هي اصلا حظها متبقاش متكلفه معانا جنيه جنيه ونص. طبعا اللعبه اللي احنا بنحطها هي بس اللي بتعلي السعر بتاعها. فيبقى احنا عندنا مثلا نيجي نتعامل، يبقى احنا عندنا الشغل اللي هو قليل او سعره قليل، وعندنا الشغل اللي هو ممكن يكون سعره اعلى شويه، بحيث ان في ناس تقولك احنا عايزينه في المتناول، بحيث ان هو يبقى سهل في البيع، يعني ناخد الحاجه اللي هي رخيصه شويه ونبيعها بسرعه. لكن المحلات الكبيره اللي بيبقى عندها شغل باسعار عاليه، او بيبقى عنده شغل القطع بتاعته يعني قطع سعرها عالي، بيبقى هو معتمد على المستورد، ما بيعتمدش على شغل الهاند ميد. فعشان كده احنا نشتغل في الشغل اللي هو المتوسط في السعر شويه، ده بيكون سهل في التسويق بتاعه بالنسبه للشغل الهاند ميد. في كمان عندنا حاجات كتيره اللي احنا لازم نعتمد عليها في التسويق، اللي احنا نكون عندنا شغلنا متنوع. يعني ايه شغلنا متنوع؟ يعني مثلا هنعمل مثلا حظاظه يبقى عندنا كل الالوان من الحظاظه. يعني مثلا نيجي نعرض الشغل نعرض كل الالوان، ما ينفعش مثلا نعرض 3 4 او نعرض مثلا دستة واحده بس، لا احنا بيكون معانا 3 4 دستات اقل حاجه، وتكون الدستة الواحده فيها كل الالوان بالشكل ده، كل الالوان متداخله في بعضها كده، وحاطين فيها لعب وعاملين فيها منها تشكيله كده، بحيث ان احنا لما نعرضها على تجار الجمله بنوري له الشغل. فالشغل المفروض ان احنا عاملين فينش كويس، مظبطين الالوان، الذوق بتاع الشغل كويس، الحاجه حلوه يعني كذوق، تداخل الوان شكله منسق، فبيبدا ان هو يعجبه الشغل، فبيبدا ان هو ياخد مثلا دستة او دستتين كده، يقول لك طب انا هجرب كده في الدستتين دول، لو الشغل حلو واتباع فباذن الله بيطلب تاني شغل، المره اللي بعدها بيكون شغل بياخد منك شغل كميه اكبر شويه. لان هو لما تيجي تتعاملي مع تجار الجمله، هو بيقول لك انا بتعامل مع الزبون، مش بتعامل معايا انا. يعني ممكن هو رايه كشخص يعجبه الشغل، لكن اهم حاجه عنده ان الشغل ده يتباع، عشان يبقى فيه معامله مستمر، ياخد تاني شغل بشكل مستمر. يعني اللي بيحكم على الشغل هو ان الشغل يتباع. في كمان حاجه ان احنا مثلا لما نعمل الشغل بتاعنا، اهم حاجه عندنا برضو ان احنا الفينش بتاعنا يكون عندنا الفينش بتاعنا كويس. يعني مثلا دي قد الرابطه بتاعت الحظاظه تكون معموله مثلا بشكل كويس كده عريض، والتقفيل بتاعها من تحت كويس، ما يكونش مثلا خيط مثلا شكله منسر، ما يكونش الخامات اللي احنا عاملين بيها مثلا مش جودتها مش عاليه، لا احنا نحاول نعمل الحاجه يعني بننافس بيها الشغل المستورد، بحيث ان هو لما يقارن ده بالمستورد هيلاقيه هو، فيبدا يعني يبقى في ثقه شويه في التعامل، وياخد منك الشغل عادي، لان طبعا هو شايفه قدامه الفينش بتاعه حلو زيه زي المستورد. لكن في ناس كتير بتعتمد على المستورد، ليه؟ لان هم بيبقى عندهم ثقه في المستورد على الشغل الهاند ميد. يعني ممكن الشغل الهاند ميد بيكون يخاف ان هو مثلا يكون جودته مش كويسه، الشغل ما يعيش فتره طويله، يفك منه، فهو بيعتمد، او في بعض الناس عندها فكره ان هو يعتمد على المستورد. فعشان كده احنا لازم في الشغل يكون التقفيل بتاعنا والفينش بتاعنا حلو جدا، عشان يكون زيه زي المستورد. في حاجه كمان ان احنا ممكن نشتغل فيه السلاسل، هي ممكن تبقى دور واحد بالشكل ده كده. دي مثلا سلسله، هي السلسله البلبله، وحاطين فيها قلب اللي هو اللي بيكون فيه الماس او فصوص الماس بالشكل ده كده. طبعا السلسله دي دور واحد، فبتبقى غير مكلفه. اهم حاجه برضه ان احنا نستخدم فيها القفل اللي هو بيبقى قفل كويس، يعني ما يكونش قفل من اللي هو بيتكسر بسرعه. فنحاول ان احنا نحط قفل حلو، لان طبعا برضه في السلاسل الناس عندها القفل، يعني ممكن يفتح كده السلسله ويبص على القفل. اهم حاجه ان القفل يكون احنا جايبينه قفل كويس، بيقفل يعني مش من النوع اللي هو بيتكسر بسرعه. فطبعا ده نوع من انواع السلاسل اللي احنا ممكن نشتغل فيها، اللي هي الدور الواحد. فطبعا بتكون التكلفه بتاعتها بتكون بسيطه. لو احنا مثلا حسبنا التكلفه بتاعتها، السعر اللي هو السعر بالبلة دي لو احنا جبناها في البقره بتبقى ب3.5، فهناخد نص متر بس، وهناخد القلب ده. القلب ده كان ب3 جنيه، في منه ب3 وفي ب4، فبتبقى السلسله مثلا متكلفه يعني حوالي 7.5. طب احنا ازاي نحسب تكلفه القطعه؟ ازاي نحسبها؟ يعني احنا مثلا ايه،
احنا عندنا القطعه كلفناها اهو، احنا عايزين نعرف بقى احنا نبيع بكام. اللي كتير بيسالوا احنا نبيع بكام، السلسله الدور الواحد بكام، السلسله الدورين بكام. دي عايزين نتكلم فيها برضو، نقول ان النقطه دي يعني ملهاش حاجه ثابته. فطبعا اهم حاجه برضو ان يكون في تشكيله في الشغل بتاعنا، بحيث ان احنا لما نعرض على تجار الجمله بيكون عندنا تشكيله. يعني ممكن نستخدم مثلا، ممكن نشتغل سلاسل، ممكن نشتغل في الميداليه، ممكن نشتغل مثلا ان احنا يبقى عندنا برضو عاملين شويه حلقان بالشكل ده، او اشكال كتيره ممكن تكون من المعدن او من خرز التفسيره. ممكن نشتغل شويه من اللي هو الدبوس. طبعا كنت اوريكم الدبابيس دي قبل كده، اللي هو ده البروش الكبير، الدبوس الكبير. او ممكن نستخدم برضو اللي هو الدبوس الصغير. ممكن يكون عندنا مثلا الدبوس الصغير بالشكل ده كده، ده اللي هو الدبوس الصغير، بيبقى عندنا تشكيله كده بكل الالوان بتاعها. كنت انا وريتكم في فيديو المشتريات الاشكال دي بعد ما اتعملت اهي مقيسينها، وفي الكروت الصغيره. فده طبعا برضو احنا ممكن نشتغله منتج مع تجار الجمله، بيبقى حلو جدا. لكن احنا المفروض نكون برضو عندنا تشكيله. فطبعا وده اللي انا قلت لكم برضو اللي هو الكبير، وفي طبعا اشكال تانية منه كتير. انا قلت لكم برضو فيديو المشتريات احنا ممكن نشتغلها. عندنا تشكيله كتيره، تشكيله متنوعه، بحيث ان احنا لما نفرجه على الشغل بتاعنا يكون الشغل بتاعنا متنوع بالشكل ده كده. فطبعا دي تشكيله من الشغل، فلازم تكون موجوده عندنا. الشغل بتاعنا يكون مميز في ان هو يكون عندنا تشكيله كبيره ليه. دي اهم حاجه بتعجب التجار الجمله، وتبقى كمان عندنا جميع الالوان من الشغل، يبقى يعني تشكيله الوان كبيره. فده طبعا نقطه تانية اللي هم تجار الجمله، ان احنا بنروح لتجار الجمله بنعرض عليه الشغل بتاعنا، ونبدا ان احنا نتعامل، وجوده الشغل بتاعنا هي اللي بتحكم في التعامل. لو الشغل الفينش بتاعه كويس، الذوق بتاعه حلو، بيبدا يعجب تاجر الجمله، ويبدا ان هو ياخد منه كميه بسيطه في البدايه، وبعد كده لو اتباعت بيبدا ياخد منك كميه اكبر. فطبعا اهم حاجه زي ما انا قلت جوده الشغل او الفينش بتاعنا يكون زيه زي المستورد. في كمان حاجه ان احنا ممكن نشتغل مع المحلات، يعني احنا ممكن نعرض الشغل بتاعنا على المحلات برضه. لما نعرض شغلنا يكون عندنا كل الالوان بتاعتنا، يكون عندنا كل المنتجات. ادي مثلا السلسله هي اللي هي البلبله، وحط لها مثلا اللي هو القلب الفراشه ده برضه شكله حلو جدا القلب ده. طبعا مجموعه الدلايات دي انا كنت جايباها من اولاد نزار. في دلايات كنت جايباها من عند اولاد نزار، وفي دلايات كنت جايباها من عند الصفوه اللي هي فيها الماس بالشكل ده كده. فطبعا هي حلوه جدا في الشغل. فيكون عندنا برضو، وممكن احنا نشتغل برضو اللي هي بيبقى فيها معدن، بتبقى هي السلسله اللي هي اي نوع من انواع السلاسل، يعني مش لازم تكون البلبله. ممكن نعمل برضو الدور الواحد يكون حاجات مختلفه، مش السلسله البلبله بس. ادي شكل هو اللي هو الشكل اللي هو الفراشه، ادي شكل الفراشه. واحنا طبعا بنبدا ان احنا نقيم السعر بتاعها، ونبدا نحط عليه هامش الربح اللي احنا قلنا عليه. وعايزين نتكلم عن ازاي ان احنا نسعر القطعه دي. كتير قالوا لي ازاي نسعر وايه هو سعر القطعه. طبعا سعر القطعه ما بيكونش ثابت، يعني احنا مثلا لو احنا عندنا على سبيل المثال القطعه دي، ده مثلا كوليه 3 دور، ده كوليه 3 دور اهو. احنا ممكن نكون مثلا مكلفينه، نقعد نحسب تكاليفه، كلفنا مثلا 15 جنيه او حاجه، يعني احنا بنحسب التكاليف بتاعته. طب هو مثلا لو متكلف معانا 15 جنيه، احنا بقى المفروض ان احنا نسلمه بكام؟ احنا نسلمه بكام؟ فطبعا احنا ما بتبقاش ثابته، يعني في ناس تقول لك احنا نحط مثلا هو 15، يبقى احنا نحط عليهم كمان 15 ونسلم، ولازم يكون السعر كده. لكن هو مش لازم، يعني احنا ممكن نخليها مثلا ايه، نحط هامش ربح. يعني ممكن نحط اي حد يحط 5 جنيه، يعني ممكن انا مثلا احط 5، غيري يحط 10، غيري يحط 15. هو بيقيم الشغل بتاعه يستاهل كام، وهو تعب فيه قد ايه، وايه الوقت اللي هو خده عشان يطلع المنتج ده. فهو بيقيمه بان هو بالسعر ده. ففي ناس تقول لك لا احنا نبيع، احنا نحط هامش ربح بسيط ونبيع كتير احسن من نحط هامش ربح كبير والحاجه تاخد وقت على ما تتباع، لان طبعا احنا عايزين استمراريه في الشغل. فطبعا دي اهم حاجه برضو في ان احنا نسعر الشغل، ان احنا نبقى عندنا مبدا احنا نحط قد ايه. يعني احنا مثلا احنا مكلفين 10 جنيه، فممكن يقول لك احنا نبيعها ب 20 جنيه.
ويكون ان هو لازم يبيعها ب20. طب تاجر الجمله يقول لك لا انا مش هاخدها ب20، هاخدها مثلا ب15، مش هاخدها ب20. ففي ناس توافق وتسلم الشغل، في ناس ما توافقش، فطبعا هي مش مقياس. طبعا هو لو احنا بعناها ب15 كسبانين، لو بعناها ب12 كسبانين. لكن في حد بيكسب 2 جنيه، وفي حد بيكسب 5، وفي حد بيكسب 10. دي طبعا على حسب اللي هو صاحب الشغل، اللي هو بينتج الشغل ده، هو اللي بيكون عنده القرار ان هو يسلم شغله بكام، وشايف الزبون بيقدر الشغل لغايه كام. وطبعا عشان نوزع الشغل لازم ان احنا يكون عندنا حته ان احنا ممكن نقلل هامش الربح في البدايه لغايه ما شغلنا يثبت نفسه، نبدا بعد كده نزود هامش الربح بتاعنا. وبرده ان شاء الله الشغل هيتباع، لان هو اثبت جوده واثبت ثقه للناس ان هو فعلا الشغل ده كويس وبيتباع وبينال اعجاب الزباين. فده طبعا بعض المعلومات عن التسويق. كتير سألوني ازاي نسوق، وطبعا برضو ان احنا ممكن نسوق عن طريق المحلات، ان احنا ناخد الشغل بتاعنا ويكون عندنا شغل يعني مثلا شغل يعني مثلا النوع الواحد بيكون فيه تشكيله. يعني مثلا نشتغل الميداليه يكون فيه تشكيله، الدلات بتاعه الميداليه من تحت تكون مختلفه، وعندنا منها مثلا كميات. هنشتغل مثلا السلاسل، هيبقى عندنا برضو تشكيله سلاسل، يعني عندنا اشكال كتيره من السلاسل. زي مثلا السلسله دي يكون عندنا اشكال كتيره من السلاسل، وعندنا مثلا الذهبي وعندنا الفضي. الذهبي طبعا دي مجموعه سلاسل انا لسه ما كيستهاش، برضو كانت عندي اهي. ممكن مثلا ادي الذهبي، ادي السلسله الذهبي اهي. فاحنا ممكن برضو نشغل السلسله الذهبي لازم، والسلسله الفضي يكون عندنا دي وعندنا دي ادي السلسله الذهبي. يعني دي مجموعه من السلاسل انا لسه ما كيستهاش، برضو حبيت اوريها لكم اهي. ده يعني ذهبي، يعني دي سلسله ذهبي، وفي سلسله دي سلاسل اللي هي الدور الواحد، دي سلاسل الدور الواحد. طبعا الدلات بتاعتها كلها مختلفه. طبعا ده اللي شغل الجمله، ده الدليه بتاعتها اهي. في اللي بتبقى السلسله اللي هي رفيعه دي بالشكل ده كده. طبعا ده الشغل ده تمام، الشغل ده كده. دي السلسله اللي هي بتبقى الرفيعه دي. في بقى ممكن مثلا السلسله اللي هي بتبقى البلبله اللي انا قلتها لكم برده مره دلوقتي، زي الشكل ده كده. في انواع كتيره بقى، زي مثلا اللي هو الشكل ده. طبعا دي معدن مكتوب عليها يا رب بالشكل ده. في اشكال تانية كتير بقى، يعني احنا ممكن برضو نشغل نفسنا في السلاسل ديت اللي هي محطوطه، اللي هي اللي عليها الماظ. دي برضو كانت اللي هي الحروف. انا قلت لكم فضل المشتريات برضو، ده اللي هي عليها حروف. في اشكال تانية كتير برضو زي الشكل ده، دي كلها ذهبي بقى. وطبعا ده الرفيع، وده اللي هو السلسله البلبله اللي انا قلتها لكم، دي سلسله بلبله. وفي برضو نوع تاني من انواع السلاسل اللي هي السلسله اللي هي الشكل ده، دي كلها دور واحد. طبعا كل الشغل ده لسه هنكيسه بالشكل ده كده، ده كل الشغل ده هنكيسه. في برضو مجموعه تانية من السلاسل، دي مجموعه من السلاسل اللي هي الدور اللي هي 2 دور. دي سلاسل 2 دور اهي. طبعا لسه ما حطيتش، لسه هنحط لها الدلايه. ممكن احنا نسيبها كده، او ممكن نحط لها الدلايه بتاعتها بالشكل ده كده. فطبعا احنا بنبدا ان احنا نشتغل، يبقى عندنا شغل. طبعا الدلايه اهم حاجه في الشغل الدلايه، فاحنا بنبقى بناخد وقت على ما نعمل او نختار الدلايه. فاحنا ممكن نقفل الشغل الاول كده، وبعدين نبدا ان احنا نشوف الدلايات المناسبه على بعضها ايه، ونبدا ان احنا نحطها مع بعضها بحيث ان هي تبقى شكلها قيم وشكلها شيك. ده برضو نوع من انواع السلاسل اللي هي الدورين. احنا ممكن برضو نشتغل السلاسل دي، يبقى عندنا منها كميه. ده بعض الافكار اللي انا حبيت اقولها لكم على موضوع التسويق، ازاي نسوق الشغل بتاعنا، وازاي الشغل بتاعنا يبقى متنوع وبيكون موجود فيه كل الالوان، والفينش بتاعه لازم يكون كويس عشان هو يعجب الناس، يكون زيه زي الشغل المستورد. وطبعا احنا نسوق عن طريق ان احنا ناخد شغلنا ونروح لحد المحلات او نلف على المحلات
في بعض المحلات بيعجبها الشغل بتبدا تنزل منك كميه، لو الشغل عجبها وتباع، لو الشغل عجب الزبون واتباع بيبدا ياخد كميه اكبر. يبقى احنا قلنا ان احنا عن طريق النت او عن طريق تجار الجمله. وطبعا لو احنا اتعاملنا مع تجار الجمله هيبقى الشغل حلو جدا، لانه هياخد مننا كميه وهيشغلنا بشكل مستمر. وممكن عن طريق المحلات، وبرده المحلات في محلات بتاخد كميات كبيره زي تجار الجمله، وبيبدا ان هو ينوع في ياخد من كل نوعيه من الشغل كميه، فبيقدر ان هو ياخد منك شغل كبير، يمكن يكون اكتر من تاجر الجمله كمان. فمهم قوي ان احنا نشوف اللي هم تجار الجمله نعرض عليهم الشغل بتاعنا، والمحلات برضو نعرض عليهم شغلنا. فباذن الله يعني اهم حاجه ان احنا يكون شغلنا متنوع وشغلنا ذوقه حلو، ويكون برضو عندنا كل الالوان، والفينش بتاعنا يكون حلو. الشغل المستورد اهم حاجه الفينش بتاع الشغل يكون كويس جدا، والقفل بتاع السلسله يكون من نوع كويس. دي الحاجات اللي الناس بتدور عليها والناس بتدقق فيها قوي، لان هم طبعا بيبقى فيه كتير بيبقوا عندهم قلق شويه من الشغل الهاند ميد، لكن لو احنا اثبتنا نفسنا بجوده الشغل والفينش بتاعنا هيبقى زيه زي المستورد، فيبدا ان هو ياخد مننا شغلنا من غير اي خوف، يعني بيبقى عنده ثقه في المنتج بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو وقدرت افيدكم، والناس اللي كانت بتسالني ازاي اسوق يا رب يكونوا استفادوا. يا رب يكون الفيديو النهارده افادكم في ازاي تسوقوا الشغل بتاعكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.